سفرية لمدينة القاهرة. النهاردة سندوتش النهاردة فكرني بالسفرية اللي كنا مسافرين فيها للقاهرة، وتحديدا منطقة الأزهر. كنا رايحين هناك نتفسح يعني كده ونغير جو، وفجأة لقيت مجموعة من الأجانب واقفين ملمومين حوالين سندوتش ومبهورين قوي بالسندوتش وفرحانين بيه. طبعا الفضول بتاعي واخدني، انا عاوزه اعرف هما الناس دول مالهم واقفين منبهرين قوي ليه كده. فقربت منهم لقيتهم بقى ايه، جايبين كده سندوتش طعميه وحاطينه في عيش فينو، وحاطين عليه ايه، شرايح كده من الطماطم وعودين كده جرجير من فوق. واقفين بقى، عايزه اقول لكم كلهم بيتقسموا في سندوتش واحد. طبعا انا واقفه، انا كمان جالي ذهول من شكلهم وانبهارهم وفرحتهم بسندوتش الطعميه. فاكيد دولت اللي سموه جرين برجر. طبعا واقفه بقى وهم واقفين عمالين يكلموا بعض، ودي تقول لها واو ودي تقول لها ديليشيوس. فانا النهارده بقى وانا بعمل السندوتش ده افتكرت وقعدت احكي بقى للعيال، اقول لهم حصل ايه كذا، ورحنا منطقه القاهره وشفنا كده. قعدوا يقولوا بجد يا ماما يعني هم بياكلوا طعميه زينا؟ قلت لهم ايوه يا ولاد بياكلوا طعميه زينا، امال ايه؟ انتوا لو تعرفوا ان هم بيجوا عندنا هنا عشان ياكلوا الاكلات الشعبيه بتاعتنا مش هتصدقوا. اول حاجه بيجوا يطلبوها لما بيجوا عندنا، بيجوا طبعا يطلبوا ايه، سندوتش الطعميه. انا هنا طبعا حطيت الاضافه بتاعتي سندوتش ايه، الطعميه وجرجير وبصل.